تنبيه مهم جدا بخصوص التيوننج. احنا قلنا في الحلقة ان مع التيوننج بتاع العربية انت بتعمل ستريسز وبتحط ضغوط على كل مكونات العربية. مؤخرا حصل كذا موقف ان حد يجي يتون العربية بتاعته وبعدين تظهر له مشاكل، يلاقي العربية بتعمل ميسفاير، يلاقي العربية بتقطع، او يلاقي ان التربو بتاعه مش بيحقق ارقام البوست المطلوبة منه. لكن اللي انا عايز اوصله لك هنا ان انت مع التيوننج ده هتحط ستريسز على ايه؟ على ترمبة البنزين بتاعتك. لو ترمبة ضعيفة او نص نص وكانت ماشية كويس جدا في حالة الستوك، لما تيجي تشد عليها في التيون ممكن يظهر العيب اللي فيها وتبتدي تقطع منك. نفس الكلام بالنسبة للبوجيهات والمباين. ممكن تكتشف ان حالة التربو بتاعتك ما كانتش احسن حاجة. ممكن تكتشف ان انت عندك ليكس، فاكيوم ليكس كانت موجودة وانت مش واخد بالك منها في حالة الستوك، او مش بتقارن او مش مهتم قوي. خلي بالك من كل الكلام ده. انت لما هتيجي تتون العربية انت هتحط ستريس على كل المكونات. اي عيب موجود او اي عيب كان مستخبي وارد جدا ان العيب ده يظهر ويبان، والعيب مش من التيون، العيب ان انت حطيت ستريس على المكونات بتاعتك وكانت حالتها نص نص.